المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. مؤسسة التأمينات الوطنية تعقد اجتماعها الدوري السنوي 19. تنظيم برامج ترفيهية لقوات الدفاع بمناسبة الذكرى 32 للاستقلال. سيمينار لمكافحة الجريمة في بارنتو. نحو 300 قتيل ومئات الجرحى في حادث تصادم قطارات ركاب شرق الهند. معتل 3 جنود إسرائيليين في إطلاق النار على الحدود مع مصر. ووزير الدفاع الأمريكي يؤكد ضرورة المحادثات مع الصين للحد من إمكان اندلاع نزاع. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت مؤسسة التأمينات الوطنية اجتماعها الدوري السنوي 19 يوم 3 يونيو في فندق أسمر بلاس. وأوضح رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة السيد جبر برهان محرتاب أن المؤسسة سجلت نموا بنسبة 8% عام 2022، داعيا العمل بقوة في مشروع شمشمية في إقليم القاش بركة والاستثمار في العلف الحيواني ومطعم روف جاردن. وقال مدير مؤسسة التأمينات الوطنية بالإنابة السيد باولوس تخلاف في التقرير الذي قدمه إن الحوادث المرورية عام 2022 كانت أفضل نسبيا عن الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن الإرباح بلغت من خدمات التأمين العامة 88.3 مليون نقفة وارتفاع التأمين الجمعي. وذكر أن عام 2022 كانت الأفضل من حيث الربح وتوزيع الفوائد على مالكي الأسهم. وأفادت الشابة سنايت هبت ميكائيل من قسم التأمين على الحياة أن المؤسسة تحقق نموا جيدا نتيجة الاستراتيجية والإدارة الجيدة التي تتبعها. وتقوم مؤسسة التأمينات الوطنية الإريترية بالاستثمار في الداخل والخارج في مختلف الأعمال. وتدير مؤسسة التأمين بامتلاك أسهم محدودة في جنوب السودان، وتمتلك مؤسسات إعادة التأمين في كينيا ونيجيريا، وتنشط في الزراعة في إقليم القاش بركة، وإعداد العلف الحيواني في عد سقدو بضواحي أسمر، وأنشطة تجارية أخرى. نظمت الفرقة العسكرية 25 وإدارة مديريتي أخرية ووسط المدينة حفل ترفيه يومي الأول والثاني من يونيو بمناسبة الذكرى 32 للاستقلال. شارك في الحفل الذي نظمته الفرقة العسكرية 25 قائد قيادة القوات الخاصة العميد حدش إفريم، وقائد هيئة أركان القوات الخاصة العميد فصوم قبر هيوت، وقادة الفرق العسكرية في القوات الخاصة وسكان حمبرتي وأبارداء وكتمولع وليبان، وطلاب كلية العلوم والهندسة في مينفح، وطلاب المرحلة الثانوية في المنطقة. وقال قائد الفرقة العسكرية 25 العقيد برهان إلياس في المناسبة إن الانتصارات الباهرة التي حققتها قوات الدفاع الإريترية في السنتين الماضيتين ضد الأعداء منحت أعياد الاستقلال الحفاوة الإضافية. وأوضح أن الأصدقاء والأعداء يعرفون جيدا بأن الشعب وحكومة إريتريا ليس لهم أجندة أخرى سوى السلام والتعاون. وذكرت مديرة أخرياء السيدة ليا برختاب والمدير التنفيذي في إدارة وسط المدينة السيدة سارة برهة في الحفل المنظم لأعضاء قوات الدفاع العاملين في حفظ الأمن إن المهمة الأكبر حاليا هي بناء البلاد، مناديتين لبذل الجهد من أجل تنمية وإعمار البلاد والاستعداد لكل الاحتمالات. شهدت الحفلات الثلاث عروض فنية. عقد شرطة إقليم القاش بركة بالتعاون مع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيمينارا للشباب العمال في المؤسسات الحكومية حول مكافحة الجريمة والمخالفات القانونية. وأوضح مسؤول مكافحة الجريمة في شرطة إقليم القاش بركة الرائد كفل مريم قبر كريستوس في السيمينار المنعقد في مدينة بارنتو يوم 31 من مايو المنصرم أن على الشباب العمال الوعي بمكافحة الجريمة والمساهمة في تنوير المجتمع، وأن يكونوا مثالا يحتذى به.
وقدم شرحا حول القانون الجنائي والمدني داعيا للحفاظ على قيم المجتمع والدفع بثقافة حل الخلافات بالصلح وتقديم الجناة أمام القانون. وذكر سكرتير شرطة إقليم القاشبركة النقيب صقاي حيلي بالأرقام الجرائم والمخالفات المرتكبة العام الماضي. وشكر مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم القاشبركة السيد ماريقوس قرماسيان للشرح الوافي المقدم من الشرطة داعيا الشباب العمال لتطبيق مخرجات التنوير المقدم. وأوضح المشاركون في السيمينار أن الشرح المقدم رفع من معرفتهم بالقانون وسبل مكافحة الجريمة وأنه يدفع لتعزيز التعاون مع الشرطة. تلقى 62 طالبا بينهم 42 طالبة في مدرسة حقات الزراعية والفنية دورة تدريبية لأكثر من 3 أشهر في لغة الإشارة. وقال رئيس جمعية الصم في إقليم عنسبة الأستاذ دجان زرقابر في مراسم التخريج التي جرت خلال 30 من مايو المنصرم، قال أن التعليم الأكاديمي المقدم للصم ارتقى إلى الصف الثامن بعد أن كان منحصرا حتى الصف الخامس، موضحا بأن التدريب المقدم في مدرسة حقات الزراعية والفنية سيتواصل في الكليات. ودعت المشرفة على الدورة التدريبية الأستاذة بيتي سبهة المجتمع لتقديم الدعم والتشجيع للصم والمعاقين الآخرين وتدريبهم مهنيا. وشكر المدير التنفيذي في إدارة مديرية حقات السيد تخلة هيمانوت مسائل كافة المساهمين لإنجاح الدورة التدريبية الهامة. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي وفي حصيلة جديدة ارتفعت إلى 288 قتيلا على الأقل حصيلة ضحايا اصطدام 3 قطارات في شرق الهند، وفق ما أفاد المدير العام لأجهزة مكافحة الحرائق في ولاية أديشا سودانشو شارا فانغي. وأشار سرانجي أن هذه الحصيلة الجديدة لأعداد القتلى، في حين أن أكثر من 850 آخرين أصيبوا أيضا بجروح جراء هذا الحادث، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات. وبينت لقطات بثتها محطات محلية مع صورات محطمة وبقع دماء على أجزاء معدنية ملتوية وعشرات الركاب ممددين على جوانب المسار قرب بالأسور التي تبعد نحو 200 كيلومترا عن العاصمة الإقليمية بوبانسوار. وتعمل فرق الإغاثة على انتشال المصابين من الحطام وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا. أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه لحادثة القطار. أعلن الجيش الإسرائيلي مصرع 3 من جنوده وإصابة 4 ومقتل مسلح خلال إطلاق النار وقع على الحدود الإسرائيلية المصرية، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل شرطي مصري أطلق النار على القوات الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن القتلى هم مجندان ومجندة، وإنه قتل المهاجم داخل الأراضي الإسرائيلية. ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الاشتباك، كما وصل إلى المكان ضباط كبار يشرفون على عمليات التمشيط في المنطقة. من جانبها ذكر الصحيفة يديعوت أرحنوت أن مروحيات قتالية للجيش الإسرائيلي توجهت للمنطقة. وفي غضون ذلك أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أن الوزير يوآف جالانت أجرى تقييما مع الجيش ومسؤولين أمنيين بشأن الاشتباكات على الحدود مع مصر. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الحوار بين الولايات المتحدة والصين ضروري وسيتيح تجنب حسابات خاطئة قد تؤدي إلى نزاع. كان أوستن يتحدث من سنغافورة في مؤتمر شانغري-لا المخصص للحوار حول المسائل الدفاعية، وذلك بعد رفض بكين دعوة إلى عقد اجتماع رسمي بينه وبين نظيره الصيني لي شانغفو، إلا أن الوزيرين تصافحا وتحدثا للمرة الأولى خلال حفل العشاء الافتتاحي لهذا المؤتمر.
وقال أوستن في كلمة إن الولايات المتحدة تعتقد أن خطوط اتصال مفتوحة مع جمهورية الصين الشعبية أمر ضروري، ولا سيما بين مسؤولي الجيش والدفاع في البلدين. كانت الولايات المتحدة دعت للقاء أوستن على هامش المؤتمر، لكن بكين رفضت ذلك. وقالت متحدثة رسمية باسمها أن الولايات المتحدة تعرف بوضوح سبب وجود صعوبات حاليا في التواصل العسكري بين البلدين. قالت وزارة الصحة اليابانية إن معدل المواليد في البلاد انخفض للعام السابع على التوالي في 2022 إلى مستوى قياسي منخفض، الأمر الذي يلقي الضوء على أربعة هناك مع تغلس عدد السكان وارتفاع سريع في نسبة المسنين في البلاد. وبلغ معدل الخصوبة وهو متوسط عدد الأطفال الذين تلدهم المرأة في حياتها 1.2، وذلك بالمقارنة مع مستوى منخفض سابق بلغ 1.2601 في 2005، بما يقل بكثير عن معدل 2.07 الذي يعتبر ضروريا للحفاظ على استقرار عدد السكان. وجعل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا من وقف تراجع معدل المواليد في البلاد أولوية قصوى، وتخطط حكومته لتخصيص 3.5 تريليون ين، أي ما يعادل 25 مليار دولار سنويا لرعاية الأطفال وإجراءات أخرى لدعم الآباء على الرغم من مستويات الدين المرتفعة. وأدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم التحديات الديموغرافية في اليابان، إذ ساهم انخفاض عدد الزيجات في السنوات القليلة الماضية في انخفاض عدد المواليد بدوره، كما كانت الجائحة من أسباب زيادة الوفيات. ختام هذه النشرة، هذا أبرز العناوين. مؤسسة التأمينات الوطنية تعقد اجتماعها الدوري السنوي 19. تنظيم برامج ترفيهية لقوات الدفاع بمناسبة الذكرى 32 للاستقلال. سيمينار لمكافحة الجريمة في بارنتو. نحو 300 قتيل ومئات الجرحى في حادث تصادم قطارات ركاب شرق الهند. معتل 3 جنود إسرائيليين في إطلاق نار على الحدود مع مصر. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد ضرورة المحادثات مع الصين للحد من إمكان اندلاع النزاع. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.